لا انا تعبت خلاص من الموضوع ده، تعبت. لا 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 لا, لا. خلاص انا ماشي طيب استنى، عشان اكون ريحت ضميري من الموضوع ده خالص. الناس اللي بتبيع برودكتس على السوشيال ميديا، مشكلتك مع العميل انه بيسيب رسالة وبيرد وبيسألك سعر كام، بتقول له سعر كذا، مش العميل. يعني انت بعد ما قلت له السعر العميل ما ردش تاني، مفيش عميل، بخ العميل، طار العميل، راح فين العميل؟ لازم تبقى انت فاهم حاجة مهمة جدا. العميل لما بيسألك على السعر مش معنى كده ان قرار الشراء يكون حاضر في نفس الوقت اللي بيسألك فيه. لازم تخلق علاقة بينك وبين العميل، وعشان تخلق علاقة بينك وبين العميل انا من وجهة نظري ان انت لازم تكون حاطط بدايل، وتكون حاطط ردود، تكون ردود منطقية وردود سريعة من غير التدخل والتطفل في تفاصيل حياة العميل نفسها. بمعنى يعني انا مثلا على سبيل المثال لو ببيع برودكت مثلا زي التيشيرت، حلو، انا التيشيرت اللي انا ببيعه ده انا عارف ان السعر فيه مش السعر العادي، او بمعنى صح مش السعر المتوسط في السوق اللي فيه امكانيه مثلا لكلاس بي بشكل كبير جدا ونشتريه. لا، انا ببيع حاجه الكواليتي بتاعها عالي جدا، فمعنى كده ان البرايس بتاعها عالي، ولكن هو اقل نسبيا من البراندات لان انا لسه ما وصلتش لمرحله البراند. طيب المنتج ده بيعه ازاي؟ العميل اول بيسمع السعر ما بيردش، بيمشي. طيب هنا في حاجه مهمه جدا. اول حاجه انا لازم اعرفها، العميل ده مشي ليه. طب انا هعرف العميل ده مشي ليه من غير ما اخش معاه في حوار ازاي؟ طب انا ازاي افتح حوار تاني مع العميل بعد ما بعت له السعر وهو ما ردش عليا او حتى قال لي شكرا وسكت؟ في الحاله دي لازم اكون محدد عندي بدايل. بمعنى في الوقت ده لو انا مش ببيع منتج سعره في متناول الجميع، او بمعنى صح مش مناسب لاغلب الفئه اللي انا بتارجتها، ففي الوقت ده لازم اكون محضر البدايل. بمعنى يعني يكون عندي نوع بسعر عالي، عندي نوع بسعر اخر متوسط شويه، فابتدي ان انا ادي اقتراح للعميل في حاله سكوته. بمعنى يا فندم، هل السعر ده مناسب لحضرتك ولا تحب اعرض لحضرتك منتجات تانية باسعار اقل؟ هنا العميل بيقف. حتى لو كان السعر ده مناسب هيبتدي يقول لك اعرض عليا منتجات تانية بسعر اقل، او عندك ايه تاني. في الوقت ده انت هتبتدي تلعب مع العميل بشكل بسيط جدا في مرحلة الاقناع. بمعنى ان انت هتبتدي تتكلم عن الفرق في الكواليتي مقارنة بالفرق في السعر، الفرق في القيمة مقارنة بالفئة التسعيرية، وهتبتدي تعرض عليه المنتجات اللي عندك. فانت هنا وجدت البديل للعميل، في حيث ان هو لو عايز الكواليتي العالي هيدفع فيه السعر وهو راضي جدا، بل بالعكس انت فتحت باب للمناقشه انك ازاي هتقدر تقنعه كسيلز محترف وانت بتتكلم مع العميل ان السعر ده مقارنه باسعار لمنتجات تانية لمنافسين تانيين هو اقل بكتير، بما يقارن او بما يناسب للكواليتي المقدمه. بمعنى يبقى انا شخص بعمل كواليتي هاي كواليتي، والسعر ده عالي نسبيا، ولكن مقارنه بالكواليتي هو سعر رخيص، والعميل هيقتنع باساليب الاقناع اللي انت هتكلمه بيها. وفي نفس الوقت انا بقدم عليك تيشيرت كواليتي كويس جدا ومناسب جدا وباقل في التكلفه شويه، بس طبعا هو مش بنفس الكواليتي او مش بنفس الجوده للسعر الاعلى مبيعا. يبقى انا كده حددت ليه فئتين. لو هو اوريدي الموضوع السعر يفرق معاه اكتر من الكواليتي بشكل كبير هيتجه للبديل، وفي كده انت ما خسرتش العميل. طيب لو هو اوريدي معاه السعر المناسب للبرودكتس بتاعك هيعمل ايه؟ هيقتنع ان المنتج بتاعك سعره كويس مقارنه بالايه؟ بالكواليتي، بل الكواليتي بتاعته قيمتها اكبر بكتير من سعره، رغم ان هو لو راح لاي براند مشهور معروف ممكن يشتري نفس الكواليتي او اقرب كواليتي بسعر اعلى بكتير من السعر اللي هو تخيل ان هو سعر ممكن يكون غالي علشان انت لسه براند مش معروف. حاول تخش في حوار مع عميلك وما تسيبوش، بس مش لما العميل يسألك على السعر تروح داخل معاه في موضوع تاني وتقول له طب يا فندم اصل، طب انت ممكن تكون محتاج ايه، طب سألك على السعر قول له السعر، مع ان من البديهي اصلا انت تكون حاطط السعر اصلا في الاعلان بتاعك. طب انت حاطط الاعلان ممكن حد يخش يسألك على السعر؟ صدقني 90% وانت حاطط السعر الناس برضو بتخش تكتب في التعليق السعر كام، او بيخش يبعت لك في المسجز السعر ايه. مش دي المشكله خالص، المشكله انك لازم تخلق لغه حوار بينك وبين العميل. انا عارف يا جماعه ان البيع عن طريق الاونلاين البيع صعب مش سهل، خاصه لو انا ببيع برودكتس او سيرفيس التكلفه بتاعتها عاليه نسبيا. خلينا عارفين ان الفيسبوك طبيعه الكلاينتس اللي فيه هو كلاس بي، دي الفئه الغالبه. كلاس بي هي الفئه الغالبه.
البي بلس موجوده، الاي قليله جدا 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 وممكن تكون مش موجوده اصلا. فلازم تبقى انت عارف وانت بتعرض منتج معين انت بتعرضه على مين وايه الفئه المستهدفه. الموضوع مش متوقف بس على التارجت اودينس، الموضوع متوقف على الطريقه البيعيه المناسبه لطريقه العرض اللي حضرتك عرضت بيها خدمتك. وشكرا.